السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم. اول يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية طيبة وبخير وبصحة وستر ورضا من رب العالمين يا رب، اللهم امين. اللهم احفظنا واحفظ ولادنا، اللهم احفظ كل جميع المسلمين في كل مكان، اللهم بارك لنا في ولادنا وفي مالنا وفي كل شيء. اللهم أتم علينا نعمك، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. بقالي كتير قوي ما طلعتش معاكم، كنت في حالة كده زي ما تقولوا كده. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اتمنى يلا ادعموا القناة بلايك كده، الفيديو بلايك، عشان خاطر الفيديوهات بتاعتنا هتمية روفان هتمية خسر بتاع ده وهتبقى مية، عشان خاطر الفيديوهات بتاعتنا كده ايه تترفع، علشان خاطر نرجع مع بعض نعمل فيديوهات زي زمان. بحبكم في الله وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، اللهم امين. ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى الوطن العربي يا رب، اللهم امين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اجمعين يا رب، اللهم امين. اللهم اغفر لوالدي وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم افسح عليه قبره واجعله نور. اللهم وسع عليه قبره بنور القرآن يا رب العالمين، اللهم امين. اللهم نور قبره بنور القرآن يا رب، اللهم امين. اللهم اجعل الحبيب المصطفى شفيعا له واسقه من يديه جرعة ماء هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر له وارحمه واجعل مرضه وألمه وكل ألم تألمه في ميزان حسناته يا رب، اللهم امين. اللهم ارزقه الخير كله في قبره يا رب، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. اللهم اجعل رمضان هذا شهر خير وشهر رضا وشهر رحمات وشهر غفران وشهر كل حاجة حلوة لأبويا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب، اللهم آمين. دايما افتكروا موتاكم أكتر من أحيائكم. أحيائكم بيدعوا لنفسهم، بيتصدقوا لنفسهم، بيعملوا حاجة لنفسهم وهم عايشين، لكن خلاص الناس الغاليين علينا اللي أحسنوا إلينا في التربية واللي علمونا الحب والحنان واللي علمونا كل حاجة حلوة واللي زرعوا جوانا الطيبة والرحمة والإنسانية وزرعوا جوانا الأدب والأخلاق وزرعوا جوانا كل حاجة كويسة، دولت هم خلاص غابوا عننا ومحتاجين مننا كل دعوة حلوة. دايما افتكروا أمواتكم بالدعاء الحلو، دايما افتكروهم بالصدقات، دايما افتكروهم ان انتوا تستغفر لهم وتدعوا لهم ربنا يغفر لهم ويسامحهم ويوسع لهم قبورهم، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. بدأت الفيديو معاكم بدعوة لابويا لأنه هو فعلا يستحقها، وطبعا بفكركم بكل من ليه حبيب وغالي فقده يدعي له ويترحم عليه. أول يوم رمضان، يوم رمضان ده يوم الرحمات، يوم المغفرة، يوم الغفران، يوم تسلسل الشياطين، يوم كده بداية البركة والخير والرزق والراحة النفسية، بداية القرآن، بداية كل حاجة حلوة. اللهم أتم علينا رمضان بالخير يا رب، وطلعنا كده من رمضان وانت غافر لنا ومسامحنا على كل ذنوبنا وموسع علينا في أرزاقنا ومبارك لنا في ولادنا ومبارك لنا في مالنا وفي صحتنا، ويجعل شهر رمضان ده يا رب يا رب، اللهم امين، شفاء لكل مريض من كل داء يا رب، اللهم اشف كل مريض من كل داء يا رب. وحشتوني قوي 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 قوي، كنت في حالة غيبان، كنت بفكر اسيب القناة خالص واسيب اليوتيوب خالص، لاني بجد يا جماعة خلاص العمر بيجري والعمر بيعدي بسرعة وبنحسش بيه غير لما بنحس فجأة ان احنا بقى عندنا رقم من العمر لكن ما نعرفش وتايهين في توهة الحياة. فكنت قررت وقلت خلاص يا ام رحاب، هات يا روبان، قلت خلاص يا ام رحاب سيبك من اليوتيوب وسيبك من الكلام الفاضي ده كله واعملي بقى حاجة لاخرتك وبعيدي بقى عن الناس وعيشي مع نفسك كده وخلاص. كنت عايزة اعيش في حالة كده من السكينة والطمأنينة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فبجد يا جماعة والله مش تمثيل ولا مثلا ان انا بعمل عشان مشاهدات ولا كده، انا كنت خلاص قررت ان انا اعتزل اليوتيوب، ومادام ربنا رزقني بباب حلال اللي هو باب الإسدالات والحاجات ديت، ليه ان انا ما كبرهوش وافضله اعمله. عايزة اوسع مشروعي يعني إسدالات مع مفروشات، وربنا يرزقني ويرزقكم ويرزق الجميع يا رب، اللهم امين.
بس ما اعرفش النهارده حسيت ان انا عايزه اطلع اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. واول ما طلعت عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين حسيتني عايزه اتكلم معاكم، وحسيتكم فعلا وحشتوني وعايزه اقعد. حسيتني ان انا عايزه ارجع اتكلم معاكم، بس بشرط ممكن تلاقوني ان انا بتكلم معاكم، بس ممكن قليل قوي لما هظهر معاكم على القناه، فمعلش سامحوني. لو انتوا حابين ان انا اكمل معاكم على الوضع ده انا ما عنديش مشكله، او جايز يكون في زي شرعي واطلع بفضفاض واطلع بمثلا اسدال او خمار وابدا اكمل معاكم المشوار اللي بديته معاكم تاني من جديد، بس هيبقى على حسب الوقت وعلى حسب الفضاء. اللهم ارزقني واياكم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب، اللهم امين اللهم امين. عايزه اقول لكم روايح رمضان النهارده حلوه قوي، وتحس انه كده فيه سكينه، وتحسوا كده ان الجو حلو والدنيا هاديه. سبحان الله والله اوريكم الجو، تحسوا كده هدوء هدوء وراحه نفسيه كده. سبحان الله. لان طبعا رمضان ده سبحان الله زي ما ربنا قال كده، اذا جاء اول يوم من رمضان صدفت الشياطين وغلقت النيران وفتحت ابواب الجنه. فشوفي انت بقى لما ابواب الجنه بتبقى متفتحه على الدنيا بتبقي شامه ريحه حلوه، وبتبقي حاسه ريحه حلوه، ويحسش الريحه الحلوه ولا يشم الريحه الحلوه غير النفوس الطيبه اللي زيكم كده. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم امين. اللهم ارزقنا واياكم جنات النعيم واجعلنا من ورثة الفردوس الاعلى يا رب، اللهم امين اللهم امين اللهم امين واياكم يا رب، اللهم امين. وحشتوني يا جماعة والله، وحشتوني جدا جدا جدا، مع ان ناس كتير قوي ما سالتش على ام رحاب ولقيت لي فينك يا ام رحاب. في ناس دخلت على الواتس بس مش كتير قوي، في ناس دخلت سالتني قالت لي فينك يا ام رحاب ما بتنزليش ليه؟ ايه عركه ما بين الديك والبطه؟ طب سهله، انا بحسب لا قدر الله بقول هو في حد يتخانق في اول يوم رمضان؟ بصوا ده الروبان جميل ازاي، وعندها بتكح ليه. امبارح اتشكلت انا وهي شكله جامده جدا 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 بالليل. ما تدوسيش على الاكل وبعيده عن الطيور كده، حرام عليك. بص الفراخ طارت فين كل عشان تجيب بيضه. امبارح طبعا لبسنا الاسدالات وكلنا، وقلنا خلاص ايه هتكسر الحديد، قلنا خلاص هنطلع نصلي التراويح في المسجد. بالمناسبة قولوا لي يعني صلاة المرأة في بيتها أفضل ولا صلاتها خصوصا في التراويح وفي شهر رمضان، ولا صلاتها في المسجد أفضل؟ تعالي نحيد يا روبان عشان الطيور تفتح. فلبسنا يا جماعة الإسدالات، وبعد ما صلينا المغرب وقلنا بقى إيه خلاص هنتوكل على الله النهاردة وهنطلع كده نصلي التراويح. يا دوبك نزلت عند امي تحت لقيت اختي لابسه ومرات اخويا لابسه وعيال اخويا والدنيا بحالها، وعيال اختي التانيين جايين اللي معانا في الشارع، ولقيت الحبايب كلك متجمعين يلا يا عمتي ومستنيين عمتهم ام رحاب عشان يروحوا يصلوا التراويح. يا دوبك انا لسه قاعدين يلا يا بنات بنبص لقينا الكهرباء قطعه. طبعا الكهرباء قطعه في بلدنا بتبص تلاقي الدنيا بحالها ضلمه والدنيا، وانا مش طبعا هاخد التليفون معايا، انا نازله بالتليفون علشان اسيبه عند امي عشان ما ينفعش اخد التليفون معايا المسجد، هحطه فين وحد اتصل كده او كده، فبحب اخليه يعني صلاة عيد او كده بحب اخليه. انا بحب طبعا اصلي التراويح والعيد في بنصلي العيد في الخلاء، وصورت معاكم اكتر من مرة، لكن التراويح بنصليها في المسجد. طبعا في مصلى للحريم، مسجد للحريم ومسجد للرجالة، فاحنا ما بيبقاش فيه اختلاط خالص عشان الناس بس تفهم ان مفيش اختلاط. فيا دوبك احنا خلاص هنمشي ولقينا النور قطع، فانا بقى قلت لهم يا جماعه انا مش رايحه، انا همشي في الضلمه وهروح وخلاص. هو الراجل اقام الصلاه فقلت لهم خلاص انا مش رايحه. ليه يا بنتي؟ قلت لهم لا هنمشي في الضلمه والعيال ومش عارف ايه، وخفت في الضلمه. طبعا روبان عيطت وزعلت وقالت ماليش دعوه انا هروح، وانا شخطت فيها وقلت لا ما انتش رايحه، وجات قالت لي مش مصليه، وانا قعدت اصلي بقى العشاء واصلي التراويح، وهي قالت لي والله مش مصليه. قلت لها كده انت حرام عليك، انت بتعندي ربنا ولا بتعنديني؟ وفجاه لما حسيت ان هي بتصلي في الصلاه قلت الحمد لله ربنا يهدي، وعدينا الليله واتسحرنا ونوينا صيام. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب، اللهم امين. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم يا رب، اللهم امين. اللهم احتسبنا صيامنا هذا عندك يا رب، اللهم امين اللهم امين.
فقولوا لي بقى يا جماعه، التراويح في المسجد للستات افضل ولا للبنات برضو ولا في البيت؟ تعالوا بقى اما ناكل الفراخ التانيين واوريكم زينه رمضان. بالمناسبة يا جماعة، عايزة اختار اسم للبراند بتاع الاسدال بتاعي، عايزة اسميه اسم، عايزة اعمل له اسم كده يبقى اسم مخصص بتاعه، ومش عارفة اسميه ايه. عايزة اسميه اسم كده محترم كده عشان يبقى لنا نصيب من اسمنا اللي هنسميه ليه. عايزة اسميه نور او تقى او ستر، بس في حد مسمي ستر اسدال برضو، في واحدة براند بتاعها اسمه ستر برضو. لا مش هنا عندهم ميه يام. شو انا قلت لها انا هحط اكل وانت تحطي ميه، انا هحط اكل حط، ما انا غسله لهم الجردل وحط لهم امبارح. الوزه ماتت والبيض اللي تحت الفرخه كله مات، وطلعتها وديتها هناك ورقدت فرخه تانية هي، وفي فرخه تانية بتبيضه هي، وعندي فرخه بنت لذينه نفسي اعرف هي فين. بتيجي تنام بالليل على البيض، ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. في واحدة تانية باضت اهي، اللهم ارزقنا واياكم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. وديت خلاص اهي. الوز طلع عند خالتك بس ما طلعش عندنا. اطلعي كلي يا حلو، اطلعي بالراحة، اطلعي كلي. اديلها بيضة وخلات الدنيا وزة. اللهم بارك لنا في مالنا وفي ولادنا وفي كل شيء نحط ايدينا عليه يا رب. لا والله ما بلم، ده هو بيتهم، ده بيتهم هم. لا قصدي يعني كنت بتبيض. ايوه كنت ببيض هنا مع الفرخ. لا كنت. بصوا يا جماعه، انا عامله لها عيش اهو مدور عشان خاطر ايه تلم البيض، لان البيض الله اكبر في عينيكي. ايوه تحسدي، ما يحسد الملل لاصحابه. طلعتوهم بره ليه؟ اوعي وفرحانه وبتهللي اطلعي. اختاروا معايا اسم، شكلي هرسى على اسم روفان، بس انا عايزه اسم اسلامي حاجه كده ايه يبقى لنا نصيب منها في الاخره. يعني ستر ده طبعا ستر جسمك، او رحمه او نور، بس انا عايزه اسم يكون خاص بيا. يعني عايزه اعمل اطبع بقى ايه حاجات نحطها كده مع بوستر ولا حاجه، يبقى عليه الاسمنا ويبقى عليه الصوره بتاعه المنتج وكده. بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال، شايفين الهدوء. امبارح قبل الفجر كده وانا بقلب على التيك توك بعد السحور، لقيت فيديو جميل قوي عجبني قوي في شارع في مصر، جايز حد شافه. لقيت مسحراتي بيسحر، والشارع كله الناس بحالها من اولها لاخرها ماشيه وراه. فهو بيطبل، مش مسحراتي واحد بقى، الشباب كلهم مسكوا طبل وبيطبلوا معاه. وبعدين لقيت الناس كاتبين عليه وبيقول لما دول كلهم ماشيين ورا المسحراتي، امال المسحراتي بيسحر مين؟ لما الناس دي كلها ورا المسحراتي، امال المسحراتي بيسحر مين؟ هو كل اللي هو بيسحرهم ماشيين وراه شباب واطفال ما شاء الله. الشباب في مصر كلهم بيبقى دمهم خفيف. انت اذنتي يا صغنن، شاطر، ربنا يبارك فيك. بس انا عايزه اوديك هناك عند الفراخ، بس للاسف كل ما بوديه هناك صغنن. اذن ها. كوكو كوكو سبحان الله. لا مش واقفه في زوره، بس هو لسه صغير. احنا عايزين ننقل الفراخ دي من هنا لان كده الحمام ده مش هياكل. انا هقف وحلاهم عليا. فطرنا الطيور بس وخلاص خلصنا. بس واحنا بنفطر الطيور روبان فتحت على حاجه، شفت حاجه زعلتني قوي قوي قوي، وخصوصا ان روبان الله يصلح حالها وحال بناتكم يا رب، ولادنا وولاد المسلمين اجمعين، كانت مصممه تصوم يوم الاربع. لما الرؤيه بانت قالت لي ماليش دعوه. لما عرفت ان الخميس هو اول رمضان زعلت وقالت ماليش دعوه، انا هصوم وهصلي تراويح. قلت لها ما ينفعش يوم الشك انت تصومي فيه، لازم كلنا نصوم مع بعض. اكتشفت دلوقتي ان في شاب على الفيديو منزل صورة الهلال وهو باين بس مش باين قوي، بيقول ان كان الاربع اول يوم رمضان، ومين اللي هيتحمل الوزر ده؟ اللهم اغفر لنا وسامحنا. طبعا احنا معلناش وزر، اللي يتحمل الوزر هو الناس اللي هم
نزلوا فتوى اذا كان بقى امام الجمهورية او مين صاحب الفتوى. اللهم اهدينا للصواب يا رب، اللهم امين. بس بجد والله العظيم يعني ما اعرفش، ما اقدرش اقول حاجة غير هنقول لا حول ولا قوة الا بالله على اللي ضيعوا علينا يوم من رمضان. طبعا السعودية صايمة امبارح، ربنا يتقبل. وكان المفروض ان احنا كلنا صمنا مع بعض عشان طبعا عيدنا بيبقى موحد، وعيد الفطر بيبقى موحد، وعيد الاضحى بيبقى موحد، فما ينفعش ان احنا نفطر يوم من عمرنا، يوم مين يشيل وزره. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. يلا يا جماعة الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، اتمنى الفيديو بتاعنا يعجبكم وابدأوا بداية نشيطة معايا. حطوا لنا لايك عشان خاطر نبدأ نكمل مع بعض. بحبكم في الله وربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، اللهم امين. بس يا ماما مش هصوم 29 يوم بس. بصوم يوم العيد لا عشان تكملهم 30. وما تنسوش تختاروا لي اسم، اكتبوا لي اسم في الكومنتات، اسم للإسدال بتاعنا عشان يبقى اسم كده ايه البراند بتاعنا، نبقى مخصص كارما. انا مالي ومال كارما، هو انا عايزه اسم اسلامي او عايزه اسمك او اي اسم يعني، يا روفاني اي اسم تاني. يا ماما ربنا اسم اسلامي. طب ماشي، ما احنا عايزين الكعبة. طيور الكعبة. يلا يا جماعة لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله ماما وبركاته. اسم طيور